بس تحششون على المنتخب وماكو. راح نلعب بي فرنسي وراح نلعب بي السنغال وما اعرف منو. يا اخي شويه ثقفوا نفسكم، احنا لحد الان ما متاهلين، والنوبلاده ضامنين نفسهم حاطين العراق الى هاي المنتخبات. احنا لحد الان بعد ما متاهلين. تحسب حساب لي قدام شنو حضرنا؟ تحكي والله العظيم حضرنا الجداد قبل الفرس. احنا لحد الان بعدنا ما فايزين، تدرون لو لا؟ شويه خلي نفوز والله كريم عود الكاس العالم. والله العظيم انتم ليش تحسبون؟ والنبي يحششون عود عافيه عاشت ايديكم خوش تحششون. يعني يقول لك عافيه مثلا اللي يصمم حاط له ملايه وتلطم على المنتخب على شنو؟ واذا لعبنا احنا مو لعبنا ضد فرنسي ضد اسباني وتعادلنا وياهم ببرا. اقل السنه اخذوا كاس العالم، لعبنا ضد البرتغال بال 2004 واخذنا فزنا عليهم 4-2، ولعبنا بريو دي جانيرو وطلعنا بكل شرف. ذات باع العراق بالمهمات الصعبه يبرز روحه. وهاي ذاك اليوم اليابان فزنا عليهم والله العظيم لو تشوفون الوديات مالتهم ما خلوا منتخب ما فازوا عليه، اوروبي ولا اسيوي. اجى العراق جلتهم جلد وقدم مباراه عالميه. ايش بيه العراق يعني؟ ليش ماخذين عليه غير نظره وتحشيشات كم؟ شنو ذا فرنسا وذا هذا نيمار بعظمته عظم رب العالمين بكرة القدم وقفه على مهاوي. هذا انت مو رياضي وشفته ويا الروجي وعلى حس الطبل خفني رجليه وتنشر حالك على العالم. المنتخب العراقي تاج على كل واحد ومو رياضي. مع احتراماتني للجماهير الزينه والواعيه واللي يفتهم واللي يباع لبعيد وما يباع بس تصابع يباع للقريب. وتحياتنا لكل مشجع وعلى راسي المشجع المثقف والشريف. شنو رأيكم بالمصممين والإعلاميين اللي ينشرون يستهزئون بالمنتخب وبالشعب العراقي؟